ممكن تعملي كشركه تصميم كويس، بس تيجي تنفذي ما تعرفيش تنفذيه اصلا، بالذات في المشاريع المعقده قوي زي دي. وعشان كده ممكن شركه القمه لما جت زارتنا في دبي دخلوا المواقع وشافوا التعقيدات في التنفيذ، حجم التحديات في مشروع تجاري غير المشروع السكني. يعني مثلا قبل ما اصب بايب، في عندي كوردينيشن رهيب لازم يتم، كهرباء وانشائي ومعماري، وفي تفاصيل كتيره. قبل ما اخد القرار ان اصب مثلا خرسانه، لازم اتاكد ان كل السيرفيسز معديه ومفيش فيها مشاكل. التنفيذ بقى في الموقع نفسه في من بدايته من الحفر كان معقد جدا. احنا عندنا مياه جوفيه كانت على عمق 80 سم بس، والحفر واصل في بعض الاماكن ل 8 متر. فده معناه ان احنا فعليا هنشتغل الدور بالكامل تحت مستوى الميه بحوالي 7 متر 7 متر ونص. ده صعب جدا. كميه الميه اللي في المساحه 34,000 متر، كميه مهوله جدا. طب الميه دي هوديها فين؟ هصرفها ازاي؟ محطات الرفع موجوده في المدينه تقدر تشيل حجم الميه اللي خارج ده ولا لا؟ بس الحمد لله التيم الموجود كواليفايد، درس المشروع كويس وقادر يعمل كنترول عليه، والحمد لله احنا قطعنا حوالي 50%، والامور زي الفل، مفيش نقطه ميه واحده. الشغل لما بيمشي بالسيكونس البروفيشنال بتبقى الدنيا سهله، بس دايما في تحديات.